السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا وطلابنا طلاب الصف الأول الثانوي. ازيكم عاملين ايه؟ وحشونا جدا جدا. راجع لكم تاني إن شاء الله بقى بأحلى مراجعة على المحتوى بتاع شهر إبريل إن شاء الله، وانتظروا كمان المراجعة النهائية هتنزل لك قبل الامتحان بإذن الله. تعالى بس دلوقتي أهم حاجة نبدأ كده نراجع المحتوى بتاع إبريل. ونقول الدعاء بتاعنا يلا الأول. بسم الله نبدأ، وعلى ربنا نتوكل وبه نستعين، ونقول يا رب علمنا وافتح علينا فتوح العارفين، اجعل علمنا ينفعنا ويكون في ميزان الحسنات، واكتب لنا به أجرا كبيرا في الدنيا والآخرة والجنات. هنبدأ نحل كده مع بعض أسئلة التقييمات اللي مش هيخرج منها الامتحان بإذن الله. يلا كده نبدأ الدرس الرابع. أول سؤال معانا بيقول: بالإضافة إلى النفاذية الاختيارية ومضخة الصوديوم والبوتاسيوم، ما العامل الآخر الذي يساهم في وجود غشاء الخلية العصبية في حالة استقطاب؟ طبعا حالة الاستقطاب دي يا شباب هي اللي هي حالة الراحة، صح كده؟ طيب، كان مين اللي بيساهم بقى في الحالة دي؟ كنا قايلين اللي بيغير الغشاء، حالة الغشاء كانت عبارة عن تركيز الأيونات خارج الخلية وداخل الخلية. كنا طبعا بنقول إن التوزيع بتاع الأيونات بيبقى غير متكافئ. يعني إيه غير متكافئ؟ يعني غير متساوي. بلاقي بره مثلا أيونات الصوديوم، فكانت بتخلي الغشاء من بره من ناحية الخارج بيكون موجب، وجوه كان في أيونات الكلور والبروتين، وده اللي كان بيخلي الغشاء، حالة الغشاء جوه سالب. يبقى كان التوزيع غير متكافئ هو اللي بيسبب الحالة دي. يبقى أنا هختار التوزيع الغير متكافئ للأيونات على جانبي الغشاء. يبقى أنا الإجابة بتاعتي هتبقى رقم ألف. السؤال التاني بيقول: الوظيفة الأساسية التي يقوم بها الجهاز العصبي والتي تمكن الكائن الحي من التكيف مع بيئته. يعني احنا عايزين نعرف الجهاز العصبي، وظيفة الجهاز العصبي. طيب تعال نشوف. نقل الأكسجين والمواد الغذائية إلى خلايا الجسم المختلفة؟ لا طبعا، اللي كان بينقل كده الجهاز الدوري. التحكم في عمل الأعضاء الداخلية بالجسم؟ برضو لا. تنظيم تركيز الأيونات داخل الجسم؟ برضو لا. استقبال المعلومات ومعالجتها وإصدار استجابات مناسبة ليها؟ طبعا هي دي الإجابة. تمام. السؤال اللي بعده: أثناء جهد الراحة يكون غشاء الخلايا العصبية. أثناء الراحة يا شباب كنا بنقول إن الغشاء في وضع الاستقطاب اللي هو وضع الراحة بيبقى الغشاء مورينا الجانب الحلو بتاعه. يعني من الخارج كان بيبقى موجب، تشوفوا شخص جميل جيد يبقى موجب من بره، ومن جوه بيكون سالب. يبقى أنا هدور على الإجابة موجب من الخارج وسالب من الداخل اللي هي رقم ألف. تمام كده. تسمى الوحدات البنائية الأساسية للجهاز العصبي ب. إيه وحدة بناء الجهاز العصبي؟ طبعا السؤال مش محتاج. الخلايا العصبية، سهلة جدا. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك: أيونات الكالسيوم في منطقة التشابك تعمل كإيه؟ تعال نفتكر مع بعض منطقة التشابك عشان دي مهمة جدا. بص يا سيدي، دلوقتي ده كده النهاية العصبية لخلية عصبية اللي احنا كنا بنسميها بالأزرار، صح كده؟ كانت بتحتوي على حويصلات عصبية. الحويصلات دي كان موجود جواها نواقل كيميائية زي النور أدرينالين وزي الأسيتايل كولين. تمام كده، كانت بتنقل السيال العصبي في منطقة التشابك. أول ما السيال العصبي يوصل كان إيه اللي بيحصل؟ كانت بتفتح القنوات اللي موجودة على الجنبين هنا بتاعت قنوات الكالسيوم. فالكالسيوم ده كان بيعمل إيه؟ كان بيعمل على تفجير الحويصلة الهوائية. فكان يقوم جاي فاتح لي كده الحويصلة الهوائية من هنا ومن هنا، فجرها فتنتشر منها النواقل الكيميائية لمنطقة التشابك، صح كده؟ وكنا بنسمي المنطقة دي بمنطقة شق التشابك. ماشي. فنيجي على الخلية الجديدة هتلاقي عليها مستقبلات. المستقبلات دي كانت بتستقبل النواقل الكيميائية. ليه؟ عشان تنقل السيال العصبي اللي هي الإشارة يعني للخلية الجديدة. فكنا بنسمي ده الغشاء بعد التشابك، لأن ده اللي بعد التشابك، صح كده؟ وهنا الغشاء ده كنا بنسميه غشاء قبل التشابك. طيب، نقلنا دلوقتي السيال من الغشاء قبل التشابكي إلى الغشاء بعد التشابكي. خلاص كده يبقى حصل هنا إثارة. الغشاء دوت هيحصل له إثارة بواسطة الناقل الكيميائي اللي هو زي الأسيتايل كولين. ماشي يا مستر.
دلوقتي بقى احنا عايزين نكسر الاسيتيل عشان الاثاره بقى تمشي خلاص كده تخلص. فهعمل ايه؟ كنا بنقول ان في المنطقه بتاعه شق التشابك دي كانت بتحتوي على بعض الانزيمات الخاصه، زي انزيم اسمه الكولين اسيتيريز. كان بيكسر الاسيتيل بحيث ان الغشاء يرجع تاني للحاله بتاعته الطبيعيه، فيستقبل مؤثر جديد او اي اشاره جديده. طيب تعالى بقى نرجع للسؤال بتاعنا. بيقول لك هنا ايونات الكالسيوم، بيسالنا على ايونات الكالسيوم. تمام. في منطقه شق التشابك او في منطقه التشابك تعمل كايه؟ احنا قايلين ان الايونات الكالسيوم كانت هي اللي بتحرر النواقل الكيميائيه، يعني كانت بتفجر الحويصلات عشان يطلع منها النواقل الكيميائيه. يبقى ماده تحرر النواقل الكيميائيه من الحويصلات اللي هي رقم د. تمام. صلى على النبي. تعالى نبدا يلا الصفحه الجديده. ماشي. مريض يعاني من قطع في عصب حركي. في واحد حصل له قطع في العصب الحركي، الأنسب لاستخدامه ككسر للسيال. ربط لي هنا بالدرس الجديد، الدرس الخامس بتاع النانو تكنولوجي. دلوقتي لما يحصل قطع في العصب الحركي، أنا دلوقتي معايا خلية عصبية أهي. أدي خلية أهي. دلوقتي هنا حصل قطع في المنطقة دي، هو كده السيال هينفع ينتقل خلال الخلية دي؟ أكيد لأ طبعا. أكيد أنت معاك سلك كهرباء والسلك ده اتقطع، فطبيعي إن الإشارة مش هتعدي للناحية التانية. فإحنا عايزين نوصل الحتة دي، نعمل لها جسر هنا في المنطقة دي كده بواسطة أسلاك. وطبعا الأسلاك دي لازم تبقى نانوية عشان إحنا بنتكلم على خلية عصبية، يعني القطر بتاعها صغير جدا. فإحنا عايزين نعمل هنا زي جسر كده، بحيث ان هو يربط ما بين الحته اللي اتقطعت دي، الحته دي الطرف ده والطرف ده، بحيث ان هو يوصل لي السيال او ينقل الاشاره الى القطعه ويمشي فيها عادي السيال خالص. طيب يبقى احنا هنوصل هنا اسلاك نانونيه. طيب هو هنا بيقول لك الجسر هو أغشية رقيقة ولا مواد مسامية ولا نقاط كمومية ولا أسلاك نانوية؟ طبعا هنختار الأسلاك النانونية. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي الهدف من إجراء اختبار سرعة التوصيل العصبي. كنا بنعمل على الناس كده اختبار سرعة التوصيل العصبي لتقييم الوظائف بتاعة الأعصاب وتحديد مدى إصابتها. ده كان في الجزء بتاع التكنولوجيا، صح كده؟ طيب خلي بالك الأسئلة دي حتى لو أنا مش عارف الإجابة أو مش فاكرها، أنا ممكن أختار بالاستبعاد. يعني تعالى كده نكمل مع بعض. بيقول لك تحليل النشاط الكهربائي للدماغ. أنا هحلل النشاط الكهربائي للدماغ من اختبار توصيل؟ لا طبعا. طيب بيقول لك قياس قوة انقباض العضلات في الأطراف. طب إيه علاقة توصيل السيال بقوة انقباض العضلات؟ ملهاش دعوة. تحفيز نمو الأعصاب التالفة وتجديده؟ برضو لأ. يبقى فعلا بقيم وظائف الأعصاب وتحديد مدى إصابتها. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك النبضة العصبية اللي هي النيرف امبيولس تنتقل على طول المحور عبره. طب بيكلمك هنا على النبضة العصبية. طيب تعالى نفتكر مع بعض كده ازاي النبضة العصبية بتشتغل. بص يا سيدي، دلوقتي ده الغشاء اهو. تمام. في حالة الراحة اللي هو في وضع الاستقطاب الطبيعي جدا، بيبقى ايه نظام الغشاء؟ بيبقى حالته ايه من بره ومن جوه؟ اول حاجة من بره بيبقى مورينا الوش الجميل بتاعه اللي هو الايجابي، من بره بيبقى موجب، صح كده؟ طيب وصل له سيال، حصل مؤثر هنا فهيغير لي الحالة بتاعة الاستقطاب دي. يعني ايه؟ يعني هيعكسها، هيخلي بره سالب وجوه موجب. طبعا ده كان بسبب اندفاع ايونات الصوديوم الى الداخل، فبتعكس الاشارات. تمام كده. يبقى دلوقتي الحتة اللي انا واقف فيها دي فيها سيال، دي كده حصل لها اثارة. دي مش مستقرة. ماشي، في كهرباء هنا في الحتة دي. تمام. الجزء اللي بعده بقى من الغشاء ايه نظامه؟ طبعا الجزء اللي هنا في الحالة الطبيعية عادي جدا اهو، ده كده موجب وجوه سالب، مرتاح مفيش اي مشكلة. كل باقي الغشاء موجب وجوه سالب. يبقى انا دلوقتي بكلمك على الحتة دي اهي، الحتة دي كده، هنا كده في السيال العصبي. طيب بعد شوية هو السيال بيفضل في المكان ده ولا بينتقل للقطعة اللي بعدها؟ اكيد بينتقل، صح كده؟ شيل بس القلم ده. اكيد السيال بينتقل بقى هنا. طيب تعالى نعملها واحدة جديدة تحتها اهي. دلوقتي السيال كان هنا، ده كده موجب مرتاح، موجب 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 موجب، وده سالب سالب سالب، موجب موجب، وهنا سالب. ده حالة الراحة اللي هي حالة الاستقطاب، مفيش أي مشكلة. السيال بقى انتقل من هنا، هيروح بقى للقطعة اللي بعدها. خلي بالك هي دي يعني الغشاء ده هو الغشاء ده، بس أنا بقول لك بوضح لك إزاي هينتقل السيال من هنا
للحتة اللي بعدها للحتة دي. طيب طبعا الإشارة هتنتقل للقطعة دي، فيبقى هنا مسار سالب وجوه موجب أهو. يبقى كده دلوقتي السيال واقف فين؟ السيال واقف في الحتة دي أهو. الحتة دي بس هي اللي مستثارة. خلاص. طب الحتة اللي بعدها، القطعة اللي بعدها عادي مرتاح، مفيش أي مشكلة، وهكذا أهو. دلوقتي السيال وصل هنا، هنا سالب بره سالب وجوه موجب عشان ده مستثار. طب اللي قبلها كله مرتاح مفيهوش أي مشكلة، يبقى بره موجب وجوه سالب. يبقى دلوقتي السالب في انهي منطقة؟ هنا. طيب انت عايز تفهمني ايه بقى؟ انا عايز افهمك ان النبضة العصبية اللي هو السيال يعني بيمشي على طول المحور بتاع الخلية كنبضات او نبضات كده من الاستقطاب ولا استقطاب. انت هنا كنت مستقطب صح كده، ده استقطاب، بعد كده هنا ازال استقطاب، هنا شلت الاستقطاب. طيب انت عايز تفهمني ايه بقى؟ انا عايز افهمك ان الاشارات الكهربية اللي هو السيال يعني بيمشي على طول المحور كعبارة عن سلسلة متواصلة كده من الاستقطاب وازالة الاستقطاب، استقطاب ولا استقطاب، وهكذا. فهمت حاجة؟ يبقى هنا كان مستقطب، هنا كان مرتاح الاول، فجاله اشارة، يبقى هنا ازالة استقطاب، هنا مرتاح، هنا مرتاح. طيب انتقلت لهنا، يبقى كان هنا مرتاح وبقى هنا هو اللي مثار، وهكذا بقى على طول المحور بتاع الخلية. خلاص. تعالى بقى نرجع تاني للسؤال بتاعنا. اهو بيسألك بقى على النبضة على طول المحور. قلنا ان هي عبارة عن سلسلة من عملية ازالة الاستقطاب وعودته، يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى رقم ب. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك ما هي النسبة الصحيحة لتبادل الأيونات عبر المضخة لكل جزيء اي تي في. تعالى بقى نفتكر المضخة بتاعت اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم. بيقول لك هي بتبقى عاملة كده، هنحاول نتخيلها كده مع بعض اهي. بص يا سيدي، هنعتبر كده ان دي المضخة اهي. قال لك المضخة دي بتبقى شايلة 3 جزيئات صوديوم، 3 صوديوم، والتانية كانت بتبقى شايلة 2 بوتاسيوم. خلاص كده. طيب كانت بتستهلك طاقة عشان تلف، بنلاقي المضخة دي بتدور ماشي، فتلف لبره، تلف اهي ناحية الشمال كده. وهي بتلف بقى هي طبعا بتستهلك اي تي بي، كل ما تستهلك جزيء واحد اي تي بي هتقوم رميالك بره 3 ان ايه، 3 صوديوم اللي هم هنا دول، وتقوم مدخلالك جوه 2 بوتاسيوم. خلاص كده. مهمة جدا السؤال ده، لازم تبقى عارف المضخة دي بتشتغل ازاي. ما تقرأش الأسئلة عشان ما تتلخبطش، لا يبقى 3 صوديوم بره و2 بوتاسيوم للداخل. تعال نشوف، 3 صوديوم للخارج مقابل 2 للداخل اهي. خلاص كده الإجابة بتاعت رقم ألف. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك أي الاختيارات بالجدول التالي يعبر عن الأعداد الصحيحة لأيونات الصوديوم وأيونات البوتاسيوم المتبادلة عبر مضخة الصوديوم والبوتاسيوم وعدد جزيئات الاي تي بي اللازم لهذا التبادل. برضو بيسألك على مضخة الصوديوم والبوتاسيوم. خلاص احنا عرفنا ان هي بتستهلك جزيئات اي تي بي بحيث ان هي كل جزيء ترمي لك 3 صوديوم للخارج وتدخل لي 2 بوتاسيوم الى الداخل. طيب اول حاجه بيقول لك عدد ايونات الصوديوم التي تخرج من الخليه. طيب تعالى نتفق الاول، هي النسبه كام؟ احنا قايلين 3 صوديوم لبره الى 2 بوتاسيوم الى الداخل. طيب طبيعي ان الصوديوم هيبقى اكبر من البوتاسيوم، فاحنا الاختيار الاول بتاعنا ده مش هينفع اهو، لان كده ايونات الصوديوم اقل من البوتاسيوم، يبقى الاجابه دي هتبقى غلط، يبقى الف كده استبعدناها. طيب رقم بقى بيقول لك 44 صوديوم و22 بوتاسيوم. طب ماشي، دي كويسه، ان هو بيقول لك ان ايونات الصوديوم 44 وعدد ايونات البوتاسيوم 2، يعني كده الصوديوم اكبر من البوتاسيوم. طيب تعال نشوف التالت بقى اللي هو عدد جزيئات اي تي بي. بيقول لك عدد جزيئات الاي تي بي المستهلكه 66. طب بذمتك ينفع ان الاي تي بي اللي هيستهلكه يبقى اكتر من عدد الايونات؟ اكيد لا، احنا قايلين ان كل يعني ال 44 صوديوم دول كل 3 منهم هنستهلك جزيء واحد اي تي بي، كل 3 منهم هنستهلك جزيء اي تي بي. خلاص. فانا عشان اطلع عدد الجزيئات المستهلكه ممكن اخد ال 44 دي نقوم جايين واخدين ال 44 نقسمها على الثلاثه. طيب يبقى انا لو قسمت ال 44 على الثلاثه هيطلع لي كام؟ 44 على 3 يعني هيطلع لك حاجه كسر كده 14 وشويه، حوالي 14 ونص. فطبعا الاجابه دي غلط.
طيب رقم ج، بيقول لك عدد الايونات هتبقى 66 وعدد ايونات البوتاسيوم 44. طب حلو، يعني انا لو ضربت 66 في التلتين هيطلع لي 44، يبقى صح ايونات البوتاسيوم هتبقى 44. طيب عدد جزيئات الاي تي بي المستهلكه، لو عايز احسب عدد جزيئات الاي تي بي خد ايونات البوتاسيوم اقسمها على الاثنين، او خد الصوديوم اقسمه على الثلاثه، لان انت عارف ان نسبه الصوديوم 3 بره، يبقى اخد ال 66 اقسمهم على الثلاثه فيها ال 22، او ال 44 لو قسمتهم على الاثنين برضه فيها ال 22، يبقى الاجابه بتاعتي صحيحه اللي هي رقم ج. تمام كده. السؤال اللي بعده، ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله، بيقول لك يشمل الجهاز العصبي الطرفي ايه؟ تعالى كده نفتكر مع بعض الجهاز العصبي كله. بص يا سيدي، الجهاز العصبي، احنا قلنا ان الجهاز العصبي بيتكون من وحدة بنائية أساسية أو وحدة تركيبه، يعني اللي هي الخلية العصبية، صح كده؟ تمام. بينقسم إلى حاجتين، جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. ماشي، الجهاز العصبي المركزي كان بيشمل إيه؟ قال لك كان بيشمل حاجتين، المخ والحبل الشوكي، صح كده؟ لكن الجهاز العصبي الطرفي كان بيشمل حاجتين اللي هما الأعصاب بقى، اللي هتخرج من المخ واللي هتخرج من الحبل الشوكي، يبقى اللي هي الأعصاب المخية دي طبعا هتخرج من المخ، وعندي أعصاب شوكية. يبقى الفرق ما بينهم إن الجهاز المركزي ده الجهاز اللي في مركز الجسم، خلاص، اللي هو المخ اللي موجود في الرأس أو في منتصف أو مركز الجسم، والحبل الشوكي، الحاجات الأساسية. لكن الجهاز العصبي الطرفي الأعصاب بقى اللي في كل الجسم، اللي بتمشي في الأطراف بتاعتي كلها، اللي بتخرج من المخ والحبل الشوكي، اللي هي جميع الأعصاب المخية والأعصاب الشوكية. تمام كده. تعال نرجع تاني. رقم 11، يشمل الجهاز العصبي الطرفي ايه بقى؟ الاعصاب الحسيه والمخ؟ لا، اي حاجه طبعا فيها مخ هنستبعدها، المخ جهاز مركزي، وبرضه الحبل الشوكي جهاز مركزي، يبقى المخ والحبل الشوكي جهاز مركزي، يتبقى لي رقم باء اللي هو جميع الاعصاب في الجسم. تمام. بعد كده بيقول لك يعمل جزيء اي تي بي واحد في مضخه الصوديوم والبوتاسيوم الموجوده بغشاء الخلايا العصبيه على، خلي بالك السؤال ده عمال يتكرر، خلاص، يعني في احتمال كبير ان هو يجي في الامتحان. جزيء الاي تي بي الواحد قلنا بيطلع 3 للخارج صوديوم و2 للداخل بوتاسيوم، اوعى تنسى. يبقى اخراج ايونات 3 ان ايه يعني صوديوم بره، مقابل ادخال 2 بوتاسيوم للداخل، طبعا الاجابه دي الصح، يبقى هختار رقم الف. تمام كده. طيب في السؤال اللي بعد كده بيقول لك في منطقه التشابك العصبي يعود الغشاء الخلوي الى حاله الراحه. احنا لسه متكلمين على منطقه التشابك العصبي، إيه اللي يخلي الغشاء يتحول او يرجع تاني لحاله الراحه؟ كنا قايلين ان انا بكسر النواقل الكيميائيه اللي موجوده في منطقه شق التشابك، اللي هي الاسيتايل كولين، صح كده؟ كنت بكسر الاسيتايل كولين دي بانزيم اسمه الكولين اسيتيريز. تمام. يبقى تكسير الاسيتايل بواسطه انزيمات خاصه اللي هو رقم د. تمام. السؤال اللي بعده، أي نوع من الخلايا العصبية يربط بين الخلايا التي تنقل المعلومات من المستقبلات الحسية إلى الجهاز العصبي المركزي؟ بالراحة بقى، هو بيسألني على نوع الخلايا العصبية. طيب أنا كان عندي كم نوع من الخلايا العصبية؟ كان عندي 3 أنواع. كان عندي خلية عصبية حسية، وكان عندي خلية عصبية حركية، وكان عندي خلية بتربط ما بين الاتنين اسمها خلية رابطة أو موصلة. تمام كده. طيب هو بيسألك هنا على نوع الخلايا اللي بيربط بين يعني هيربط ما بينهم، طبعا دي الخلية الموصلة من قبل ما اكمل، بس كمل برضه عشان اتأكد. قال لك بين الخلايا التي تنقل المعلومات من المستقبلات الحسية إلى الجهاز المركزي، مين اللي بياخد من المستقبلات وينقل للمركزي؟ طبعا دي الخلايا الحسية، صح كده؟ والخلايا التي تنقل الأوامر من الجهاز المركزي إلى أعضاء الاستجابة، طبعا هنا قصده بيها الخلايا الحركية. طيب اللي هيربط ما بينهم طبعا الخلية الموصلة، يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى رقم ج، الخلايا العصبية الموصلة. طيب السؤال اللي بعده، الوظيفة الأساسية لإنزيم تكسير الأسيتيل كولين، بيسألك على الإنزيم اللي بيكسر الأسيتيل كولين اللي هو الكولين أسيتيريز.
وظيفته ايه؟ تحفيز الخليه؟ لا طبعا. اعاده الخليه لحاله الراحه؟ اكيد طبعا، هي دي الاجابه بتاعتي. نقل الصوديوم؟ ملهوش دعوه بالصوديوم. بناء الاسيتايل-كولين؟ لا، الانزيمات بتكسر. يبقى انا هختار الاجابه رقم ج. تمام. السؤال رقم 16. اي الحالات التاليه تمثل حاله الاستقطاب؟ الاستقطاب يا شباب يعني حاله الراحه، ما تنساش. طيب، نفاذيه عاليه للصوديوم للداخل؟ هو في حاله الراحه الصوديوم بيدخل الى الداخل؟ اكيد لا طبعا. انا عايز صوديوم بره، عشان بره بيكون موجب، فانا عايز الصوديوم الملك هو اللي يبقى بره، صح كده، وجوه سالب. طيب، فتح قنوات الكالسيوم؟ لا طبعا، الكالسيوم ملوش علاقه. تراكم الشحنات الموجبه خارج الغشاء والسالبه داخله؟ طبعا. دي الاجابه بتاعتي. تعال نكمل برضو. رقم د بيقول لك انكماش الحويصلات التشابكيه؟ لا، ملهاش علاقه. تمام كده. يلا بينا ندخل على الأسئلة بتاعة المقال، وركز على أسئلة المقالي عشان دي أكتر حاجة بنتلخبط فيها في الامتحان. بيقول لي ماذا يحدث عند وجود خلل في الزوائد الشجيرية لخلية عصبية معينة؟ طيب، هنا يحصل خلل في الزوائد الشجيرية. طب هي الزوائد الشجيرية أصلا يا شباب كانت إيه فايدتها؟ كنا قايلين إن جسم الخلية بيحتوي على بعض الزوائد الشجيرية، تفرعات كده طالعة منها، بسبب إن هي تزود مساحة السطح عشان تستقبل إشارات كتيرة. خلاص، تخيل كده الزوائد دي ما كانتش موجودة، كان طبعا الاشارات اللي هتيجي كانت هتبقى قليله، عامله زي الشعيرات الجذريه كده بتاعه الجذور. كنا بنقول واحنا صغيرين ان الجذور تحتوي على شعيرات جذريه، عشان الشعيرات دي تزود مساحه سطح الامتصاص، تاخد لي ميه زياده واملاح من التربه، صح كده. فهنا نفس الكلام، الزوائد دي موجوده في الجسم بتاع الخليه عشان تزود لي مساحه السطح فتستقبل اشارات اكتر. يبقى لو حصل فيها خلل اكيد الخليه هتعمل ايه؟ هيقل معدل استقبال الإشارات الكهربية، صح كده. وده طبعا هيأثر على الاستقبال، مما يؤثر على كمية السيالات التي يستقبلها الجهاز المركزي. وده طبعا كله بسبب ان انا قللت مساحة السطح. تمام كده. السؤال اللي بعده بيقول لك فسر. يسمى السيال العصبي تغيرا كهروكيميائي. اه، مهمة قوي دي. يعني ايه بقى السيال العصبي تغير كهروكيميائي؟ كنا بنقول عليه كهروكيميائي عشان احنا كنا بنقول ان السيال العصبي هو عبارة عن اشارات كهربية، يعني هي موجات، موجب وسالب، بس ذات طبيعة كيميائية. يعني ايه ذات طبيعة كيميائية؟ هي الاشارات كانت جاية منين؟ احنا عمالين نتكلم على ايونات، صح، ايونات الصوديوم وايونات البوتاسيوم ومش عارف ايونات الكلور جوه والبروتين السالب، فده كله هو اللي كان بيعمل لي السيال العصبي. طيب، السيال العصبي يا شباب وهو ماشي على الخلية العصبية على المحور بتاعها اهي، دي كده الخلية، وانا ماشي هنا على المحور، واحنا ماشيين كده على المحور هنا، بتبقى اشارات كهربية عادي جدا. ماشي. طيب، اول ما نيجي نطلع من الخلية بقى وندخل على خلية جديدة اهي، ادي جسم الخلية الجديدة. خلي بالك، عشان انا لما اجي انتقل من خلية لخلية، النهاية العصبية بتاعت الخلية الاولانية بتتصل مع الزوائد الشجيرية او جسم الخلية الجديدة. خلاص كده بيبقوا عكس عكاس، يعني دي النهاية مع الجسم بتاع الخلية. طيب، دلوقتي بقى لما السيل العصبي ينتقل من النهاية العصبية دي إلى خلية عصبية جديدة للجسم الجديد، بينتقل ازاي؟ كنا قايلين ان هنا بيكون في نواقل في الازرار، فاكرينها اللي هي الرسمة دي؟ بيكون هنا في نواقل عصبية او نواقل كيميائية اللي هي الاسيتايل كولين. اه، يعني انا اتكلمت على حاجة كيميائية. يبقى الاسيتايل كولين المادة دي هي اللي هتنقل السيال من خلية لخلية مجاورة ليها. يبقى وانا ماشي على المحور يا شباب بتبقى اشاره كهربيه، اول ما اجي اوصل للنهايه العصبيه بتبدا بقى اللي ينقل الاشاره الكهربيه هي عباره عن مواد كيميائيه زي ماده الاسيتايل كولين او النور ادرينالين. يبقى تعالى بقى نجاوب على السؤال. يبقى اقول له لانه عند انتقال السيال العصبي
على محور الخلية ينتقل كإشارة كهربية، أكنه تيار كهربي ماشي في سلك عادي. خلاص كده. ثم يتحول كيميائيا عند التشابك العصبي بواسطة النواقل العصبية أو النواقل الكيميائية، زي طبعا مادة الأسيتايل كولين أو النور أدرينالين. تمام كده. السؤال اللي بعده بيقول لك وضح دور النفاذية الاختيارية في حالة الاستقطاب. في حالة الاستقطاب اللي هي حالة الراحة. طيب كان ايه بقى دور النفاذيه الاختياريه هنا؟ كنا قايلين ان الايونات بتاعه البوتاسيوم بتطلع الى خارج الخليه بمعدل اكتر بكتير من معدل انتقال ايونات الصوديوم، وده اللي كان بيعمل لي فرق جهد على جانبي الغشاء، اللي هو كان بيوصل لكام يا شباب؟ سالب 70 ملي فولت. خلاص، عشان احنا بنتكلم على حاله الاستقطاب، يبقى اللي بيخلي الفرق الجهد ده ينشأ كان عباره عن توزيع غير متكافئ للايونات بتاعه الصوديوم وايونات البوتاسيوم. خلاص، مين اللي كان اكتر؟ طبعا ايونات البوتاسيوم. يبقى اقول هم قايل له كده: لان الغشاء يسمح بنفاذية ايونات البوتاسيوم الى خارج الغشاء بمعدل اكبر من انتقال ايونات الصوديوم الى داخل الخلية. خلاص، مما يجعل بقى فرق الجهد على جانبي الغشاء سالب 70 ملي فولت. تمام كده. رقم 33 بيقول لك فسر. تساهم الزوائد الشجرية في زيادة كفاءة استقبال البيانات. خلاص بقى، احنا عرفنا ان الزوائد الشجرية بتزود مساحة السطح. على طول لما يجيب لك سيرة الزوائد الشجرية يبقى لأنها تزيد من مساحة السطح. خلاص كده. طيب مساحة سطح ايه؟ بتزود مساحة سطح جسم الخلية العصبية، وده طبعا هيسمح لها بان هي تستقبل، مما يسمح باستقبال عدد اكبر من الاشارات العصبية. تمام كده. السؤال اللي بعده بيقول لك وضح دور النهايات العصبية في تحويل الإشارة الكهربائية إلى لغة تواصل كيميائي. النهاية العصبية اللي هي الأزرار كانت بتحول الإشارة الكهربائية إلى لغة تواصل. طيب الإشارة الكهربائية كانت بتفرز بعض النواقل العصبية، صح كده، اللي هو برضو زي الأسيتايل كولين والنور أدرينالين، بتنتقل عبر الشق التشابكي إلى الخلية المجاورة ليها. خلاص كده، فأكنهم كده تواصلوا مع بعض، أكنهم اتكلموا، اتحولت للغة. يبقى أقول له كده: تحول الإشارة الكهربائية إلى إشارة كيميائية عن طريق إفراز النواقل الكيميائية. خلي بالك احنا بنتكلم على دور النهايات العصبية اللي هي الأزرار، كانت بتحول الإشارة الكيميائية أو بتطلع لي النواقل الكيميائية، تنتقل عبر الشق التشابكي إلى الخلية المجاورة له. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك فسر. يعتبر ايون الصوديوم مفتاح بدء الاشاره العصبيه. ايون الصوديوم ده مهم جدا، هو المفتاح بتاعي اصلا هنا. كان بيعمل ايه؟ كان بيدخل الى داخل الخلايا العصبيه فيسبب ازاله الاستقطاب، صح؟ كان بيغير لي الحاله، كان بيعمل لي اثاره كده، بيغير التركيز بتاع الشحنات بره وجوه. تمام. يبقى اقول له كده: لان دخوله الى الخليه العصبيه ده كان بيسبب ايه بقى؟ كان بيسبب ازاله الاستقطاب.
وده طبعا هيولد سيال جديد مما يؤدي إلى توليد سيال عصبي جديد. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ماذا يحدث عند غياب المستقبلات في الغشاء بعد التشابكي؟ كنا قايلين ان الغشاء بعد التشابكي كان بيحتوي على مستقبلات للنواقل العصبية، صح كده؟ طيب تخيل بقى مفيش المستقبلات دي، يبقى الخلية مش هتستقبل، الخلية الجديدة مش هتستقبل، صح كده؟ هقول له لا تستقبل الخلية، لا تستقبل الخلية الإشارة الكيميائية، وبالتالي لا ينتقل السيال العصبي إلى الخلية الجديدة، يبقى هي مش تستقبل والسيال هيقف مش هينتقل. طيب تمام، تعالى بقى نحل كده اختبار على الدرس الرابع، بحيث ان احنا نبقى قفلنا كل الأسئلة اللي هتيجي فيه. بيقول لك هنا ما الذي يفسر أهمية جهد الراحة في الخلايا العصبية؟ اللي بيفسر أهمية جهد الراحة هل بيمنع استجابة الخلية، ولا يبقي الغشاء مستعدا لنقل السيال عند حدوث مؤثر، ولا يزيد من عدد التشابكات، ولا يقلل من نفاذية الغشاء للماء؟ طبعا أهمية جهد الراحة هنا كان بيخلي الغشاء يبقى مستعد لنقل السيال، ده أحسن إجابة تنفع معايا، صح كده؟ استنى اما نختار لون تاني عشان تبقى باينة بس. يبقى يبقي الغشاء مستعدا لنقل السيال عند حدوث مؤثر. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك خلية بيركنجي التي يمكن أن تستقبل مئات الآلاف من التشابكات العصبية. خلية بيركنجي دي يا شباب اللي كانت موجودة في المخيخ، ده كانت المعلومة الوحيدة اللي علينا فيها إن بيركنجي دي كانت بتستقبل حوالي 200 ألف إشارة أو تشابك عصبي، صح كده؟ الخلية الواحدة بس بتستقبل حوالي 200 ألف تشابك عصبي. تمام كده. توضح أن الجهاز العصبي بقى بطيء الاستجابة؟ لا طبعا. إزاي؟ الخلايا العصبية تعمل بشكل منفصل؟ أكيد لا، إحنا قايلين إن هي بتعمل بشكل متصل، كلهم بيعملوا مع بعض في تكامل. طب هل التشابكات العصبية قليلة في الدماغ؟ أكيد لا طبعا، ده عددهم كبير جدا. يبقى طبعا اللي هيتبقى لي الإجابة بتاعتي الجهاز العصبي هي شبكة مترابطة تنقل المعلومات بسرعة ودقة. تمام. السؤال اللي بعده ما الوظيفة الأساسية للناقلات العصبية في التشابك العصبي؟ وظيفة الناقل ايه يا شباب؟ النواقل العصبية زي الاسيتالكولين والنور ادرينالين قلناها كتير بقى، خلاص. هي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتنقل الإشارة في منطقة شق التشابك، يعني بين خليتين. يبقى تخزين الطاقة لأ، تكسير الأيونات لأ، زيادة سرعة المحور لأ، ملهاش دعوة. كانت نقل الإشارة بين خليتين. تمام كده. طيب السؤال رقم 4 بيقول لك أي مالي يحدث مباشرة بعد وصول السيال العصبي إلى الأزرار النهائية؟ أول ما السيال يوصل للأزرار النهائية كنا بنقول إيه بقى؟ لسه قايلين أهو، أدي الزر أهو. أول ما يوصل السيال العصبي هوبا الحويصلات دي تفتح قنوات الكالسيوم عشان تدخل تحرر النواقل اللي موجودة جوه الحويصلات، صح كده؟ يبقى دخول الكالسيوم. ماشي. هنا بيقول لك خروج الكالسيوم من الخلية؟ لا طبعا، أنا عايز أدخله. غلق قنوات الصوديوم ملوش دعوه. طيب هل تكسير النقل العصبي؟ لا، اللي بيكسر النقل العصبي كان الانزيم بتاع الكولينستريز او الانزيمات الخاصه عشان تكسر لي الناقل فيعود الى الراحه. لا، انا عايز اوصل السيال العصبي، يبقى دخول الكالسيوم واندماج الحويصلات بالغشاء. اجابه صحيحه. تمام. السؤال رقم 5 بيقول لي يعمل انزيم الكولين اسيتيريز، لسه قايلين الكولين اسيتيريز انزيم بيكسر الاسيتايل كولين، يبقى يعمل على تكسير الاسيتايل كولين بعد اداء دوره. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك عندما يقوم شخص بمجهود عضلي تزداد معدلات ضربات القلب ومعدلات التنفس واخراج العرق. ماشي. ما الجهاز المسؤول عن تنسيق العمل بين الأعضاء السابقة في جسم الإنسان؟ اللي كان بينسق ما بين كل الوظائف الحيوية دي كان الجهاز طبعا العصبي. طيب تعال نشوف. بيقول لك الجهاز الدوري؟ لا طبعا. النفرون؟ لا، النفرون دي كانت وحدة تركيب بتاع الكلية، ده تبع الجهاز الإخراجي. الإخراجي لا برضو. التنفسي لا. يبقى هنا شكله الإجابة غلط. الإجابة الصحيحة يا شباب هتبقى الجهاز العصبي. خلاص كده. يبقى الجهاز العصبي اللي مسؤول عن الإحساس هو اللي كان بيعمل بالتناسق، صح كده، ما بين الأجهزة الأخرى
عشان يظبط لي كل الوظائف الحيوية زي ضربات القلب والتنفس والإخراج والحاجات دي كلها. تمام. أي مما يلي يعتبر الوحدة البنائية والوظيفية للجهاز العصبي؟ إيه الوحدة البناء بتاعة الجهاز العصبي؟ طبعا دي الخلية العصبية على طول وأنا مغمض. ماشي، السؤال اللي بعده. الشكل المقابل يوضح تركيب الخلية العصبية. ادرسه جيدا ثم أجب. مديك خلية عصبية كده ومديك الرقم ايه، دي الزوائد الشجرية طبعا، ورقم دي هنا اللي هو الجسم بتاع الخلية، ده طبعا مشاور على السيتوبلازم بتاعها اللي هو بنسميه نيوروبلازم. لا نقول الجسم بتاع الخلية. ورقم سي هنا مشاور لك على ال الاختناقات اللي موجودة على المحور ما بين مادة الميلين، صح كده، كنا بنسميها عقد رانفييه. ماشي، ودي هنا مشاور لك على النهايات العصبية اللي هي اسمها الأزرار. طيب هو هنا بيسألك على الجزء رقم ايه، الزوائد الشجرية. طيب بتنقل السيال بعيدا عن جسم الخلية ولا تنظيم الأنشطة الحيوية للخلية؟ طبعا ملهاش دعوة، اللي بتنشط الأنظمة الحيوية أو الأنشطة الحيوية في الجسم هنا النواة. طيب حماية محور الخلية العصبية من التلف، ملهاش دعوة بالمحور. نقل السيال العصبي في اتجاه جسم الخلية، اه هي كانت بتنقل السيال العصبي في الاتجاه بتاع الجسم اهو، هي الزوائد الأول وبعد كده بتدخلها على الجسم بتاع الخلية ومنه إلى المحور. يبقى نقل السيال في اتجاه جسم الخلية. خلي بالك الأسئلة دي مهمة جدا. ماشي، السؤال اللي بعده بيقول لك ما الخلايا التي تنقل السيال العصبي من الجهاز العصبي الطرفي إلى الجهاز العصبي المركزي؟ من الطرفي للمركزي، يعني أنا هستقبل من الأطراف اللي هي الأعصاب الحسية اللي موجودة في المستقبلات وهنقلها للجهاز العصبي المركزي زي المخ والحبل الشوكي. طبعا دي بيتكلم على الخلايا الحسية، يبقى الخلايا العصبية الحسية. طيب بعد كده بيقول لك ما نوع الخلايا العصبية المسؤولة عن تحفيز غدة صماء لإفراز هرموناتها؟ عايزين نحفز غدة صماء. خلي بالك الغدة الصماء ده عضو استجابة، صح؟ زي وسائل العضلات، احنا قايلين ان اعضاء الاستجابة ممكن تبقى غدة وممكن تبقى عضلة. ماشي، انا عايز اوصل الاشارة، يعني عايز اوصل السيال العصبي للغدة لعضو استجابة اهو، وليكن دي غدة مثلا. طيب مين اللي هيوصل لها؟ اكيد خليه عصبيه جايبه الامر من الجهاز المركزي. طب مين اللي بينقل من المركزي لاعضاء الاستجابه؟ طبعا الخليه العصبيه الحركيه. تمام. اي مما يلي يعبر عن وظيفه الشق التشابكي؟ الشق التشابكي، الشق ده يا شباب هي المنطقه اللي موجوده بين الغشاء قبل التشابكي والغشاء بعد التشابكي، اللي هي المنطقه دي كده اسمها الشق التشابك. طيب هل تخزين النواقل العصبيه؟ هي النواقل كانت بتتخزن فين يا شباب؟ النواقل كانت بتتخزن في الحويصلات اللي موجودة جوه الأزرار، يبقى مش دي. طيب هل توليد السيال هي اللي بتولد السيال العصبي؟ لا طبعا. طيب هل هي اللي بتحطم الكالسيوم؟ أكيد لا. وظيفة الشق التشابكي هي مرور النواقل العصبية كوسط ناقل، يا دوب هو وسط بيعدي النواقل العصبية من خلية لخلية تانية. طيب يلا نكمل يا شباب الدرس الخامس بتاع النانو تكنولوجي واستدامة الغلاف الحيوي. بسم الله، اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دايما يا شباب خلي الدعاء ده دايما وأنت بتحل أو بتذاكر أو بتعمل أي حاجة، خليه يعني ربنا يكرمك ويفتح عليك ويشرح صدرك كده وتعرف تحل وبص حتى لو ناس الإجابة هتفتكرها إن شاء الله. خلاص، يلا نبدأ. أول سؤال بيقول لك أي المواد التالية تصنف كمواد نانونية أحادية البعد؟ أحادية البعد يعني إيه؟ أحادية البعد يعني فيها بعد واحد من الأبعاد الثلاثة اللي هو الطول والعرض والارتفاع، بيبقى فيها بعد واحد خارج مقياس النانو. خلاص، فبنسميها أحادية البعد، والتانيين الاتنين بيبقوا في مقياس النانو. طيب مين بقى كانوا من الأحادية؟ طبعا دي أمثلة. كنا واخدين النقاط الكمومية، لا النقاط الكمومية دي صفرية الأبعاد، صح كده. وعندك أنابيب الكربون دي كانت أحادية البعد، يبقى هي دي الإجابة بتاعتي. عند المواد النانونية المسامية دي كانت ثلاثية البعد، وكان عندك الجرافين كان ثنائية البعد. يبقى أنا الإجابة بتاعتي هتبقى رقم ج، أنابيب الكربون. تمام كده. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا ماذا يحدث عندما تستبدل الأقطاب التقليدية في البطاريات بأنابيب كربون نانونية؟
الاقطاب التقليديه في البطاريات كنا بنحط لها انابيب كربون عشان تزود الكفاءه بتاعه نقل الالكترون وتزود لك سرعه التفاعل، صح كده؟ يبقى تقل كفاءه البطاريه؟ لا طبعا. يزداد وزنها؟ لا. تتوقف البطاريه عن العمل؟ لا برضو. يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى تزداد كفاءه نقل الالكترون وسرعه التفاعل. تمام. السؤال اللي بعده، فيما يختلف جسيم ذهب اصفر عن جسيم ذهب احمر. ايه اللي بيفرق الاصفر عن الاحمر؟ خلي بالك، ال- الجسيم اللي هو الذهب الاصفر عن الاحمر دوت، يعني هو كده لعب في الجسيمات، لعب في الحجم. وكنا قايلين ان هنا في التطبيقات النانويه اللي انا بخلي مساحه السطح الى الحجم تبقى قليله، بحيث ان انا اوصل لخواص جديده للماده فتساعدني في التفاعلات باي. يبقى نسبه المساحه بتاعه السطح الى الحجم هتكون اقل، يعني الاجابه بتاعتها هتبقى رقم ج. ماشي. السؤال اللي بعده، إذا زاد عدد الذرات المعرضة للتفاعل على سطح المادة النانوية فإن ذلك يؤدي إلى، أنا زودت عدد الذرات المعرضة للتفاعل، يعني أنا زودت من الآخر مساحة السطح المادة. طيب ده هيعمل خمول كيميائي؟ أكيد لأ طبعا. طب ده هيعمل تحول المادة إلى غاز؟ أكيد لأ. طيب هيزود لي درجة الانصهار؟ لأ برضه. دي مش الإجابة، دي غلط. طيب زيادة هائلة في النشاط الكيميائي؟ أكيد طبعا، لأن أنا زودت هنا عدد الذرات المعرضة للتفاعل وبالتالي النشاط الكيميائي هيزيد. تمام كده. طيب رقم 5 بيقول لك الفائدة الأساسية من تغليف دواء السرطان بجسيمات نانوية. الدواء بتاع السرطان كان بيتغلف بجسيمات نانوية بحيث ان انا استهدف الخلايا السرطانية فقط. احنا عارفين طبعا يا شباب ان العلاج بالكيماويات او العلاج بالاشعاع بالنسبة يعني لمرضى السرطان ربنا يعافيهم بيكون مضر للحاجات التانية. يعني مثلا مريض السرطان اللي بياخد كيماوي ده بتلاقي شعره بيتساقط، صح؟ بسبب الكيماويات اللي هو بياخدها. يعني هي بتأثر لي على خلايا شعر، والخلايا الشعر دي مش مصابة بالسرطان. فأنا عندي ليه آثار جانبية، الكيماويات دي لها آثار جانبية بتأثر على خلايا سليمة أصلا مش مصابة بالسرطان. فأنا هنا بتطبيقات النانو قدرت أستهدف الخلايا السرطانية بس، وسبت الخلايا السليمة زي ما هي ما فيهاش أي حاجة. يبقى زيادة حجم الدواء اللي سهل بلعه؟ لا. تغيير طعم الدواء؟ لا. تقليل فعالية الدواء ليكون آمن؟ لا برضه. استهداف الخلايا السرطانية فقط طبعا. هي دي الإجابة بتاعتي، يبقى اختار رقم د. تمام كده. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال رقم 6، أي الأبعاد التالية يمكن أن تكون لمادة غير نانوية؟ ركز بقى، احنا قايلين المقياس النانوي بيتراوح ما بين من 1 إلى 100 نانومتر، صح كده؟ ده البعد النانوي. طيب اي حاجه اقل من الواحد او اكتر من المية تبقى خارج الماده النانويه. طب تعال نشوف. بيقول لك اول حاجه 200 نانو، ده خارج طبعا المقياس. طيب 500 نانو برضو ده خارج المقياس. طب 20 نانو، لا ده معايا في المقياس، يبقى ده هتخلي الاجابه كلها غلط. خلاص انا عايز ادور على ماده غير نانويه. طيب رقم باء بيقول لك 30 نانو متر، 30 على طول دي ماده في البعد النانوي، يبقى غلط. طب 40 و50 برضو كلها اصلا بتقع في الماده النانويه، يبقى الاجابه بتاعتها تبقى رقم ج اللي هي 150 نانو، 300 نانو، 200 نانو، كلهم اكتر من 100، يبقى اذا الاجابه بتاعتها هتبقى رقم ج. تمام كده. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه، اي المواد النانويه التاليه تصنف كمواد نانونيه صفريه الابعاد؟ صفريه الابعاد يا شباب زي ما قلنا يعني الابعاد كلها بتقع في المقياس النانوي، صح؟ فبتظهر على هيئه نقاط، حاجات صغيره جدا. طيب يبقى نقاط كموميه اول واحده وهي دي الاجابه. خلي بالك الناس اللي مش مراجعه الامثله تذاكر الامثله عشان هو هيلعب في الاسئله دي كتير. خلاص عشان ما تتلخبطش امسك كده المواد النانويه صفريه الابعاد وحديث الابعاد زي كذا وكذا، ثنائيه الابعاد زي كذا وكذا. ابدا راجع كده وثبت المعلومات في دماغك عشان باذن الله ما تتلخبطش في اي حاجه في الامتحان. طيب السؤال رقم 8 بيقول لك ما نتائج تطوير دواء نانوي لعلاج السرطان؟ احنا طورنا علاج السرطان ازاي؟ طيب تعال نشوف كده. القضاء على الخلايا السرطانيه دون الاضرار بالخلايا السليمه. احنا قضينا فعلا على الخلايا السرطانيه وما ضررناش بالخلايا السليمه، يبقى الجمله دي صحيحه. تعال نكمل برضه. التهام الخلايا السليمه للخلايا السرطانيه؟ لا طبعا. الخلايا السليمه مالها؟ تكاثر الخلايا السرطانيه بمعدل اعلى من السليمه اصلا، يعني انا هطور الدواء بحيث ان انا ازود السرطان. رقم د تكاثر الخلايا السليمه بمعدل اعلى من الخلايا السرطانيه؟ لا طبعا. يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى رقم الف. ماشي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما المادة النانوية التي يمكن استخدامها لتحريك الطرف المقابل؟ الأطراف الذكية. الأطراف الذكية دي طبعا فكرتها يا شباب إن إحنا كنا بنجيب شريحة نانوية بتتزرع في الدماغ
وبعد كده بترسل اوامر عبر الاعصاب، فتوصل الى الجهاز الحاسوب يعني، او الكمبيوتر اللي موجود في القطعه الذكيه دي. طيب، كنا ازاي بقى بنحرك الطرف؟ كنا بنستخدم حاجات ثنائيه البعد، صح؟ زي مين؟ زي انابيب الكربون النانويه. يبقى الاجابه بتاعتها هتبقى رقم د. طيب السؤال رقم 10 بيقول لك المواد المركبة اللي هي النانو كومبوزيتس تعد مثالا على المواد. طبعا النانو دي كانت 3 دي. ماشي. رقم 11 أي نوع من المواد النانوية هو الأنسب لصناعة مرشحات دقيقة؟ مرشحات دقيقة يعني مواد مسمية هنرشح بيها المية مثلا، أو هنستخدمها في تنقية المياه. ماشي. المواد النانوية المسامية 3D ولا صفرية الأبعاد ولا الأغشية الرقيقة ولا النقاط الكمومية؟ لا طبعا دي كنا بنستخدم فيها المواد النانوية المسامية، صح؟ مش هي المرشحات بيبقى فيها مسام؟ يبقى أنا عايز مواد مسامية، يبقى 3D اللي هي ثلاثية الأبعاد. تمام. طيب السؤال رقم 12 بيقول لك المواد النانوية ثنائية الأبعاد تمتلك. ثنائية الأبعاد يا شباب اللي هي 2D دي بتبقى ايه؟ بتبقى في بعدين خارج المقياس النانوي. خلاص، يبقى دايما كده احاديه الابعاد يعني في واحده خارج المقياس النانوي. ثنائيه الابعاد يبقى اتنين خارج المقياس. طب ثلاثيه الابعاد يبقى ثلاثي خارج البعد النانوي. طيب يبقى بعدين خارج المقياس وبعد واحد نانوي. طبعا هي الاجابه رقم الف. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لك اي العبارات التاليه صحيحه عن طرق العلاج المختلفه لمرض السرطان؟ ماشي، تعال نشوف. العلاج التقليدي يعرض خلايا الجسم للمادة الدوائية السامة، ولا الآثار الجانبية عند العلاج بالنانو تكنولوجي وبالإشعاع معا منخفضة جدا؟ أكيد لأ طبعا. استخدام تكنولوجيا النانو يزيد الحاجة للجرعات الإشعاعية؟ أكيد لأ. لا يمكن استخدام العلاج الكيميائي إلا بعد فشل العلاج بالنانو؟ لأ طبعا. احنا هنستخدم النانو أحسن. يبقى العلاج التقليدي يعرض خلايا الجسم للمادة الدوائية السامة. العلاج التقليدي ده قصده بيه اللي هو العلاج بالإشعاع أو العلاج بالكيماويات. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 14 بيقول لك اي المواد التاليه هي الاكثر فعاليه لعمل جسر نانوي؟ اتكلمنا عنها فوق. هي الحاجات رقم كربون النانويه. تمام كده. الاطراف الصناعيه الذكيه، قال لك الاطراف النانويه ولا حركه الرياح ولا بطاريات ضخمه ولا استجابه العضلات؟ اكيد طبعا اوامر الشريحه. قلنا الشريحه اللي بتتزرع في المخ بتبعت تمام كده. تريد المعالي وطيب الأثر، إذا لا تمل العنا والسهر، فلو كان نيل المعالي رخيصا لكان الثرى في جوار والقدره. القمر. تمسك بحلمك يا حالم، غدا سيشيد بك العالم. ومن تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك دور انابيب الكربون. طبعا الانابيب الكربون كنا بنستخدمها عشان نغطي الاقطاب عشان نزود مساحة السطح فتزيد الكفاءة بتاعة انتقال الالكترونات. تمام. تعالى بقى ندخل على اسئلة المقالة. طب رقم 31 فسر زيادة الصلابة في نانو النحاس مقارنة بالنحاس العادي. تصنف النقاط الكمومية بناء على ابعادها. تصنيف النقاط الكمومية يا شباب اللي هي الكوانتم، صح كده؟ طيب تعالى نفسر بقى. هي لسه فرية الابعاد. هنقول لان الابعاد او ابعادها الثلاثة يعني الطول والعرض والارتفاع يقع في مقياس النانوي، صح كده؟ يعني اقل من 100 نانو متر، اللي هو بيتراوح من 100 ل 100 نانو متر. تمام كده. يبقى اقول له هنا لان النحاس في المقياس النانوي يكون النسبة بين مساحة سطح الذرات إلى الحجم الأصلي أكبر، وبالتالي تزداد
قوى التماسك بين الذرات، فتصبح المادة أكثر مقاومة للانزلاق. يبقى تصبح المادة أكثر مقاومة للانزلاق أو التشويه، لأن الذرات بقت قريبة من بعضها، قوة التماسك بقت كبيرة جدا. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لك وضح فكرة عمل الأقطاب النانوية العصبية. الأقطاب النانوية العصبية إيه فكرتها؟ كنا قايلين إن هي بتستخدم في العلاج. العلماء قدروا يعملوا منها شرائح، أو اللي هي الأقطاب يعني، تتزرع في الدماغ عشان يساعدوا المرض بتوع الشلل ان هم يحركوا الاطراف بتاعتهم اللي هي الذكيه، او يتواصلوا عن طريق الاجهزه بمجرد ما يفكروا. صح كده؟ يبقى اقول له كده الفكره هنغير اللون. استطاع العلماء باستخدام شرائح او اقطاب زرعت في الدماغ ان هم يساعدوا مرضى الشلل يحركوا الاطراف بتاعتهم او التواصل عن طريق الاجهزة بمجرد التفكير. تمام. بعد كده آلية العمل، احنا كنا قايلين بتشتغل ازاي؟ كنا قايلين ان انا عندي الشريحة بتلتقط السيالات، تلتقط الشريحة السيالات وتسجلها وترسلها الى الكمبيوتر اللي في الايد الزراعية. طيب، فيتحرك الطرف وفقا لذلك. طيب رقم 33 بيقول لك وضح كيف يمكن للنانو تكنولوجي ان يحسن كفاءة خلايا الوقود الحيوي. ازاي النانو هيحسن الكفاءة بتاعت خلايا الوقود الحيوي؟ طبعا كنا بنستخدم فيها انابيب اللي هي الكربون النانوية عشان نغطي الاقطاب، فيزود الكفاءة من الكفاءة بتاعت نقل الالكترونات، وبتسرع التفاعلات الكيميائية زي بالظبط ما عملية التنفس الخلوي بتحصل. يبقى اقول له كده هنستخدم او استخدام انابيب الكربون النانوية في تغطية الأقطاب داخل خلايا الوقود الحيوي حيث تعمل كمحفزات كهربائية بتسهل وتزيد من كفاءة نقل الإلكترونات وتسرعها طبعا مثلما يحدث في التنفس الخلوي. خلاص كده احنا خلصنا الأسئلة بتاعة الدرس الخامس. تعالى بقى ندخل على الدرس الأول في الوحدة الجديدة، الغلاف الصخري واستقرار كوكب الأرض وتوازنه. بسم الله. أولا بيقول لك ذوبان غاز ثاني أكسيد الكربون في مئات الأمطار يؤدي إلى تكوين ثاني أكسيد الكربون لما يتفاعل مع مية الأمطار يا شباب هيكون لك طبعا حمض اللي هي الأمطار الحامضية زي حمض الكربونيك. صح كده؟ رمز حمض الكربونيك اللي هو H2CO3، يبقى الإجابة بتاعتها هتبقى رقم ألف. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك حساسات السيارات وأنظمة الأمان تعتبر تطبيقا لاستخدام إيه؟ كنا بنستخدم في الحساسات والأنظمة الأمان بتاعة العربيات الحديثة اللي هي الحاجة اسمها الكهربية الانضغاطية، الكهرباء الانضغاطية. خلاص. طاقة تخزين الهواء المضغوط لأ، ولا الطاقة الحرارية الأرضية، الطاقة النووية لأ طبعا، يبقى الكهرباء الانضغاطية. تمام كده.
السؤال اللي بعده بيقول لك عند دفع كميه كبيره من الهواء الى حيز صغير. تخيل كده انت معاك حيز صغير، ماشي، مكان حجمه صغير، دخلت كميه كبيره قوي من الهواء، انت كده عملت ايه؟ انت كده طلعت الضغط او زودت الضغط جدا عشان ده حيز صغير، يبقى انا رفعت الايه؟ الضغط. يبقى الضغط يحصل له ايه؟ يرتفع. رقم باء. تمام. سؤال رقم 4، ما العلاقة بين المعادن والصخور في الغلاف الصخري؟ العلاقة بين المعادن والصخور ايه يا شباب؟ طبعا احنا كنا واخدين ان العناصر بتكون معادن، صح كده؟ والمعادن تكون الصخور. يعني انا لو بصيت على الصخور هلاقيها مكونة من معادن، والمعادن مكونة من عناصر. ماشي. بيقول لي بقى هنا الصخور هي اجزاء متحللة من المعادن؟ لا طبعا، العكس. طيب الصخور تتكون من معادن مترابطة معا؟ اه صح. ماشي. الصخور والمعادن مصطلحان مختلفان لنفس الشيء؟ لا طبعا. تتكون المعادن من جزيئات صخرية صغيرة؟ لا. يبقى الإجابة بتاعتها هتبقى رقم ج. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك يتكون الغلاف الصخري الليثوسفير من الليثوسفير كنا بنقول هو عبارة عن طبقة القشرة اللي فوق والوشاح، بس الجزء العلوي من الوشاح. احنا كنا قايلين ان طبقات الارض هنقسمها كالتالي، بص كده معايا. عند اول حاجة اهو، دي كده اول طبقة اللي هي القشرة. بعد كده عندك الوشاح. بعد كده عندك اللب، وطبعا عندك اللب الداخلي والخارجي. ماشي. تعالى بقى نشوف الليثوسفير اللي هو الغلاف الصخري. احنا قلنا الغلاف الصخري هي عبارة عن القشرة والجزء العلوي من الوشاح. هنعتبر ان الوشاح دوت طبقتين كده، يبقى ده الجزء العلوي منها وده الجزء السفلي. يبقى ده وشاح علوي وده وشاح سفلي. خلاص. ودي القشرة. طيب فين الليثوسفير بقى؟ الليثوسفير هي المنطقة دي كده، القشرة مع الوشاح العلوي. خلاص كده. يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى رقم ج، القشرة والجزء العلوي من الوشاح. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك المصطلح العلمي سيال يشير إلى صخور القشرة القارية الغنية ب. سيال. السيال ديت لو جيت تقسمها هتلاقيها ماشية على القافية اهي. السيا يعني سيليكا، صح كده؟ السين والياء يدوك ايه؟ سيليكا. طيب وألف لام هتديك الألمونيوم. يبقى على طول السيال يتكون من السيليكا والألمونيوم، اللي هي الإجابة رقم ألف. تمام. ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. رقم 7 بيقول لك من المعادلة التالية أي مما يلي يمثل الحرفين إكس واي على ترتيب. المعادلة بتاعة البيروكسين الكالسيومي اللي احنا كنا بنتخلص منها من نسبة ثاني أكسيد الكربون عشان نقلل الاحتباس الحراري. كنا بنقول إيه بقى؟ اللي احنا بنستخدم إكس دوت، كنا بنجيب اللي هو البيروكسين الكالسيومي ده، نفعله مع ثاني أكسيد الكربون والمية عشان يكون لك بيكربونات الكالسيوم اللي بتدوب. كان سي ايه اس اي او 3 زائد 2 سي او 2 مع 3 جزيئات ماء. كان بيديك ايه بقى؟ بيكربونات الكالسيوم. بيكربونات الكالسيوم اللي هي سي اي اتش سي او 3. بس خلي بالك عشان الكالسيوم ثنائي كنا بنحط هنا 2 زائد الحمض بتاع الأورسو اتش 4 اس اي او 4. يبقى اكس بيروكسين وواي بيكربونات. الإجابة تبقى رقم باء. تمام كده. ماشي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك الشكل المقابل يوضح قطاع في الكرة الأرضية أي مما يلي يمثل الصخور المكونة للمنطقتين س وصاد. تعالى بقى كده نشوف الرسمة اللي معانا. هنا عامل لك قشرة كده أرضية بس فوقها يابس. فاكر كنا بنسميها إيه؟ قشرة قارية، صح كده؟ كان بيطلق عليها مصطلح السيال. يبقى الإجابة رقم ألف. طيب تعالى ندخل على اللي بعده. بيقول لك تنشأ التيارات المسؤولة عن حركة الصفائح التكتونية في طبقة. التيارات اللي بتعمل لك حركة الصفائح التكتونية كانت بتنشأ فين؟ كانت طبعا بتنشأ في طبقة الأسينو سفير
اللي هي رقم ج. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 10 بيقول لك المسؤول عن توليد المجال المغناطيسي للأرض هو حركة مهمة جدا دي يا شباب. توليد مجال المغناطيسي، احنا قلنا المجال المغناطيسي ده كان بينشأ من حركة اللب الخارجي حوالين اللب الداخلي. كنا بنقول ان هي عبارة عن صخور منصهرة في اللب الخارجي بتفضل تلف كده وتدور حوالين اللب الايه الداخلي، فكان بينشأ مجال مغناطيسي. يبقى هنا هنختار اللب الخارجي. تمام كده. السؤال اللي بعده، يؤدي تباعد الصفائح المحيطية مثل وسط المحيط الأطلسي صفيحة يعني حركة تباعدية. لما يبقى معايا صفيحتين ويبعدوا عن بعض اهو، صفيحة وصفيحة يبعدوا عن بعض كده، هيعملوا ما بينهم ايه؟ فراغ، صح كده؟ ممكن ينشأ إلى قاع جديد. وهنا بيقول لك وسط المحيط الأطلسي، فممكن يقوم جاي عامل لي محيط جديد اللي هي رقم د. تمام. السؤال اللي بعد كده رقم 12 بيقول لك تتحول ايونات البيكربونات الناتجه من تجويه الصخور في النهايه الى ايونات البيكربونات. خلي بالك في التجويه كانت البيكربونات مع ايونات الكالسيوم، كانت بتعمل ايه بعد كده؟ كانت ممكن تتحد تاني في النهايه وتقوم جاي تعمل لك كربونات الكالسيوم اللي هي الرواسب اللي ما بتدوبش في الميه اللي هي رقم ج، وقلناها من شويه. تمام كده. السؤال اللي بعده رقم 13 بيقول لك تزداد ذوبانية الأمطار للصخور الجيرية بزيادة. ذوبانية الأمطار كان إيه اللي بيأثر على الذوبانية يا شباب؟ كان بيأثر عليها شوية حاجات كده زي طبيعة الروابط بين الجزيئات، صح كده؟ طبيعة الروابط كانت الأيونية أسرع من التساهمية في التفكك. طيب وكان كمان معانا درجة الحرارة، كل ما بتزيد درجة الحرارة كانت الذوبانية بتزيد. وكان معايا كمان زيادة CO2، صح، تركيز ثاني اكسيد الكربون. وكان في كمان عامل اللي هو الضغط، ده كله كان بيأثر على الذوبانية. طيب تعالى بقى نشوف الاختيارات اللي عندنا. قال لك درجة الحرارة فقط؟ لا طبعا. الروابط التساهمية في المعدن؟ برضو لا. سرعة الرياح السطحية؟ ملهاش دعوة. الضغط وتركيز غاز CO2 دي أفضل إجابة. خلي بالك احنا قلنا هنا في رقم ج من الروابط التساهمية، احنا قلنا طبيعة الرابطة، بس الرابطة الأيونية هي اللي بتزود. هو قالك تزداد الذوبانيه، يبقى الايونيه هي اللي بتزود مش التساهميه. خلاص كده، يبقى الاجابه بتاعتها تبقى الضغط والتركيز بتاع ثاني اكسيد الكربون. طيب رقم 14، حركه الصفائح التي تؤدي لتكوين جبال الهيمالايا. انا عايز اعمل جبل يا شباب، جبل. طب ايه بقى اللي هيحصل؟ هنجيب صفيحتين، تعالى كده بص معايا، صفيحتين، ادي صفيحه وادي صفيحه تانية قصادها. ماشي. انا عايز اعمل جبل، يعني عايز اعمل قمه صخريه، تخيل كده. عايز اخلي دول الصفيحتين دول يكونوا لي جبل. نقربهم نلزقهم في بعض ولا نبعدهم؟ اكيد نقربهم. يبقى انا عايز حركة ايه؟ تقاربية. يبقى احنا هنقوم جايين مقربين الاتنين دول، دي تقرب ودي تقرب، تقاربية، يفضلوا يخبطوا في بعض لحد ما يقوم دي طالعة فوق ودي تطلع لفوق. اهو 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 كده عمل لي ايه؟ عمل لي جبل. خلاص كده، يبقى الحركة دي هنسميها بالحركة التقاربية. طيب السؤال اللي بعد كده يا شباب رقم 15 بيقول لك صدع سان اندرياس الشهير هو مثال على الحركة الصفائحية. ده صدع يا شباب بتاع سان اندرياس، ازاي اتكون؟ اتكون نتيجة حركات انزلاقية. طب يعني ايه حركات انزلاقية؟ تعال نفتكرها كده مع بعض. انزلاقية يعني الاتنين بيتحركوا بمحاذاة بعضهما، دي صفيحة ودي صفيحة، خلاص؟ واحدة بتتحرك لفوق والتانية بتتحرك لتحت، خلاص؟ يبقى بالمحاذاة كده، دي اسمها حركات انزلاقية او تحويلية. يبقى الإجابة بتاعتها هتبقى رقم ج. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لك معدن الفوسفات يمد التربة بأيونات ضرورية لنمو النبات. يعني سؤال تافه جدا. معدن الفوسفات، تخيل كده يعني، خير اللهم اجعله خير، هيمد التربة بإيه؟ أكيد برضو بأيونات الفوسفات. طيب رقم 17 بيقول لك متوسط سمك الغلاف الصخري الليثوسفير. الليثوسفير دوت كان بيوصل السمك بتاعه حوالي 100 كيلو متر. تمام. يلا صلي على النبي كده ويلا بينا نبدأ أسئلة المقال. بيقول لك فسر لماذا تعتبر عملية التجوية الكيميائية للصخور خط إنتاج طبيعي لاستمرار الحياة. احنا هنا التجوية ديت كانت مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ عشان هي كانت بتعمل لي نوع من أنواع التنظيم الطبيعي لتركيب الهواء. خلاص، ده كمان كانت بتقلل لي عملية أو ظاهرة الاحتباس الحراري زي ما قلنا فوق بالبيروكسين الكالسيومي. خلاص، يبقى هنا هنقول له كده تعمل
أول حاجة تحقيق نوع من التنظيم الطبيعي لتركيب الهواء. صح كده؟ رقم 2 كمان كانت بتعمل ايه؟ كانت بتقلل او بتحد من ظاهرة الاحتباس الحراري على المدى الطويل. طيب فسر. بيقول لك تعتبر الصخور السيليكاتية زي الكوارتز أكثر مقاومة للتجويع من الحجر الجيري. ركز بقى، الصخور السيليكاتية ديت زي مثلا الحجر الرملي، صح؟ والحجر الرملي كان بيتكون من معدن الكوارتز. طيب الكوارتز ده كان عبارة عن مواد ايه او عناصر ايه؟ قال لك كان عبارة عن سيليكا، SiO2، مادة السيليكا، صح كده؟ طيب مادة السيليكا لو انا جيت بصيت كده للروابط اللي ما بين الذرات بتاعتها هلاقي الروابط بتاعتها تساهمية، صح؟ لكن لو جيت ابص على الحجر الجيري هلاقيها عبارة عن كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم الروابط اللي ما بينها كانت روابط أيونية، لأن دي مجموعة ذرية سالبة والكالسيوم أيون موجب، صح؟ فالروابط اللي ما بينها أيونية. طب مين اللي بيقاوم التجويع أكتر؟ أكيد طبعا الروابط التساهمية. يبقى أقول له كده لأن الصخور أو لأن الحجر الرملي يتكون من معدن الكوارتز المكون من مادة السيليكا اللي هي SiO2 الذي ترتبط ذراته بروابط تساهمية. طيب تجعله مقاوم للتفكك والذوبان في الماء. ماشي. بينما بقى الحجر الجيري بيتكون من معدن، المعدن كان اسمه ايه؟ الكالسايت، اللي هو كربونات الكالسيوم CaCO3. طبعا الذرات بتاعته الذي ترتبط ذراته بروابط أيونية. ماشي. طبعا الأيونية بتتفكك بسرعة في المية. طيب رقم 32 بيقول لك كيف تعمل الصخور البركانية المسامية زي الزيولايت كحل تكنولوجي مستدام لمشكلات المياه. ازاي بقى بيعمل كحل مستدام اللي هي الصخور البركانيه؟ طبعا الصخور البركانيه المساميه يعني الصخور نفسها ما بينها كده مسام، فالمسام ده بتعمل على الترشيح، عمليه ترشيح. عارفين الفلتر؟ عامله زي الفلتر بالظبط كده، بتنقي الميه، وفي فعلا دول في اوروبا بتستخدمها دلوقتي. يبقى اقول له كده لان صخور الزيولايت هي صخور بركانيه مساميه تعمل كمرشحات طبيعية للمياه، أكن عملت فلتر بس طبيعي، تحتجز الشوائب والعناصر الثقيلة داخل مسامها. تمام. بعد كده بيقول لك فسر. توصف سرعة حركة الألواح بأنها بطيئة جدا ولكن آثارها عظيمة. طبعا الحركة الألواح دي يا شباب اللي هي الحركات اللي احنا خدناها سواء بقى التقاربية التباعدية أو الانزلاقية، كانت بتعمل على تشكيل أو بتغير في مظاهر سطح الأرض. يبقى هي بتغير وبتعيد إعادة تشكيل سطح الأرض طبعا باستمرار، حيث أن الآثار بتاعتها بتبقى واضحة وكبيرة بالرغم من أنها بطيئة. خلاص. كمان كانت بتحافظ المحافظة على التوازن الجيولوجي للأرض. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك وضح بالمعادلات أو الشرح كيف يساهم الغلاف الصخري في تنظيم دورة الكربون وتقليل نسبة CO2 في الغلاف الجوي.
طبعا يا شباب احنا لسه قايلينها فوق، المعادلة بتاعت البيروكسين الكالسيومي. تعالى بقى نكتبها كده مع بعض. البيروكسين كان رمزه CaSiO3، زائد كان معانا 2 جزيئات من ثاني اكسيد الكربون، زائد 3 ميه، عشان يكون لي بيكربونات الكالسيوم اللي هي CaHCO3. خلي بالك باي 2 عشان الكالسيوم هنا ثنائي، زائد اللي هو الحمض بتاع السلسلك H4SiO4. طيب كان ايه اللي بيحصل بقى؟ تعالى نشرحها كده بسرعه. كنا بنقول ان البيروكسين الكالسيومي يتفاعل مع حمض الكربونيك اللي هو الميه وثاني اكسيد الكربون، خلي بالك الاثنين دول مع بعض حمض كربونيك، عشان يعمل ايه؟ اهو سحب او قلل لي نسبه ثاني اكسيد الكربون وكون بيها بيكربونات الكالسيوم التي تذوب في الماء. بعد كده البيكربونات ممكن تترسب بعد كده او تتحول الى كربونات كالسيوم، وطبعا كربونات الكالسيوم ما بتدوبش في الميه، بتبقى راسل. طيب يبقى انا المهم كده اتخلصت من ثاني اكسيد الكربون. رقم 35 بيقول لك فسر. تساهم الحركه التقاربيه في تشكيل السلاسل الجبليه الشاهقه. طبعا احنا قايلين لو جبت صفيحتين لسه شارحينها، قربتهم من بعض، هيتصادموا مع بعض وهيرتفعوا لفوق، فينتج عنها انضغاط. الانضغاط دوت هيؤدي الى ارتفاع طبقات السلاسل او الطبقات الصخريه مكونه سلاسل جبليه. يبقى اقول له كده نتيجه الحركه التقاربيه للصفائح تتصادم صفيحتان ببعضهما فينتج عنها انضغاط وارتفاع الطبقات مكونة سلاسل جبلية. خلاص كده كده يا شباب، ان شاء الله نكون خلصنا المراجعة بتاعتنا. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم الامتحان سهل بإذن الله، وان شاء الله ركز كده وحاول تحل كتير. طبعا ان شاء الله الأسئلة مش هتخرج بره التقييمات، فاحنا حلينا اكتر الافكار. حاول تحل بايدك تاني، الفايل دوت هسيبه لك تحت الفيديو، بحيث ان انت لو عايز تراجعه تاني حل بايدك الاول وبعد كده اتاكد من الاجابات معايا. وربنا يوفقكم باذن الله، واستنونا ان شاء الله في المراجعه النهائيه قريبا باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.